ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم كلكم بألف خير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة حلوة جدا جدا للكفتة. ندخل على طول في المقادير وبلاش كلام كتير. ده نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت عليها بصلاية مبشورة وشلت المية بتاعت البصلاية. تمام. البهارات ملح وفلفل والسبع بهارات، بابريكا، كزبرة، قرفة وجنزبيل. يبقى البهارات تاني: ملح وفلفل والسبع بهارات وجنزبيل وقرفة وكزبرة ناشفة وبابريكا. تمام. حطيت عليهم معلقتين كبار بقسماط ناعم. الطريقة دي بجد حلوة جدا جدا للكفتة. هنعملها زي المشوية بالظبط واحلى كمان وبدون تعب خالص. حطيت عليهم بقى كده شوية بقدونس. تمام. هنقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعض. هنقلبه كويس قوي قوي قوي. تمام. نعجن كده المكونات مع بعض. وخلي بالكم انا البصلايه بشرتها وشلت الميه بتاعتها على جنب. هنقلبهم كويس قوي قوي كده وهقول لكم بقى دلوقتي هنعمل ايه في الوصفه الحلوه قوي دي. بجد هتتبعي الطريقة دي بعد كده للكفتة. خلاص قلبتهم كويس جدا، المكونات دي جنست مع بعض وبقت جميلة. الطبق ده فيه ايه بقى؟ بصلاية كده متقطعة جوانح، وفلفل اخضر وفلفل احمر متقطعين كده شرايح بالطول كده زي ما انتم شايفين. هنحطهم في ارضية الصينية بتاعتنا كده. تمام، حلو جدا. وهنبتدي بقى نصبع الكفتة بتاعتنا كده على اي بقى سيخ عندك. انا هعملها على معلقة كده اهو زي ما انتم شايفين، معلقة اهو. وابتدي بقى اصبع الكفتة عليها. انت بقى عندك اي سيخ، اي حاجة، اي حاجة عندك تنفع. يعني شوفوا انا عملتها على معلقة اهو، وطلعت زي الفل ولا فيها اي مشكلة خالص. صبعيها بقى بالحجم اللي انتي حباه، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة براحتك بقى. حلوة جدا كده، ده حجمها مناسب قوي. هنحطها بقى على الخضار بتاعنا ده. وانا مش عايزة اقول لكم بجد الخضار ده بيدي ريحة وطعم حلو قوي قوي للكفتة بتاعتي. لما ادخلها الفرن، انا هدخلها الفرن، ولا تحطي بقى على الطاسة ولا تبهدلي الدنيا ولا الكلام ده، لا. تحطيهم في الصينية وعلى الفرن على طول. بجد احلى كفتة انتي ممكن تعمليها هي كفتة الصينية دي وكفتة الفرن. بجد بيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. اهم حاجة تصبعيها كويس جدا كده. تمام، حلو قوي قوي قوي. ما شاء الله نص كيلو لحمة مفرومة ادت معايا كمية حلوة قوي هتكفي العيلة بتاعتك ان شاء الله. ولو عجبكم بقى الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة. وانا عارفة ان هي ان شاء الله هتعجبكم. حلو جدا بجد، الطريقة دي انتوا فعلا لازم تجربوها. حلوة قوي 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 وبعدين منجزة وسريعة. عملت بقى كل الكمية. الطبق ده بقى انا حاطة فيه مية البصل وبشرت طماطمايه وملح وفلفل وشوية زيت صغيرين. بس كده. يعني يبقى الطبق ده فيه اللي هي مية البصل وبشرت طماطمايه وملح وفلفل وشوية زيت صغيرين. هنحط بقى على الكفتة بتاعتنا كلها الخليط ده. هندخلها بقى الفرن طبعا لازم يكون سخن. في الرف الاوسط درجة حرارة 200، ما بتاخدش وقت خالص. نص ساعة بتلاقيها استوت ونزلت ميتها. وبتبقى بجد جميلة قوي، والخضار ده بيبقى ريحته حلوة قوي في الاخر. بيدي طعم جميل جدا للكفتة. ما بتاخدش وقت، نص ساعة بتلاقيها خلاص استوت وبقت جميلة قوي. عايزة تفتحي عليها الشواية من فوق تاخد لون براحتك. انا بفتح الشواية تاخد لون بس كده خفيف، مش بحرقها ولا حاجة. يعني 5 دقايق بس كده افتح عليها الشواية وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي انا بحط من سائل التلميع ده، بلمع كل الكفتة. بجد السائل ده بيخلي الطعم حلو قوي قوي للكفتة، فعلا بجد بتبقى طعمها جميل. او في الاخر بحط بقى من السائل ده على الخضار بتاعي اللي انا حطاه في ارضية الصينية. زي ما انتوا شايفين اهو.
الاكله دي بقى انا عملتها في سندوتشات كده عيش بلدي. انتي حابه تعملي بقى رز بشعريه، او اللي هو رز حبه بحبه ده، براحتك. بس بجد السندوتشات في العيش البلدي بتبقى جميله بجد، بتبقى روعه مع سلطه الطحينه كده، بجد وصفه جميله قوي. خلاص انا عملتها اهو كلها بسائل التلميع بتاعي. احطها بقى ايه الفرن سخن درجة حرارة 200 نص ساعة بالظبط. خرجت معايا اهو ما شاء الله مستوية وجميلة جدا جدا. والخضار كده بجد كان حلو قوي قوي. عملت جنبها سلطة طحينة اهو زي ما انتم شايفين. انا باخد كده من المية اللي تحت دي بحطها ايه على الكفتة كده بتاعتي. العيش البلدي بقى بجد بتبقى خطيرة بالعيش البلدي فعلا والله. احط بقى الكفتة كده، شايفين الجمال؟ جوسي كده وجميلة وطرية قوي قوي قوي. بجد التصوير ظالمها، مش باينة خالص فعلا في التصوير. هي احلى من كده والشكل جميل قوي واللون حلو بجد. حطيت بقى كده سلطة الطحينة اهو، شايفين بقى الجمال؟ احط بقى شوية كده من الخضار. الخضار ده بجد طعمه حلو قوي قوي. اتمنى بجد ان الوصفة دي تكون عجبتكم وتجربوها، وان شاء الله هتعجبكم. واشوفكم على خير بإذن الله في وصفات تانية كتير. مع السلامة.